يكون عدم قيامك لصلاة الفجر غضب من الله عليك. صلاة الفجر أول اختبار تتعرض إليه كل يوم. أنت مسلم؟ الحمد لله. موحد؟ الحمد لله. بتحب النبي محمد؟ الحمد لله. طيب ما بتقومش تصلي الفجر ليه؟ الفجر ده أول إيه يا مولانا؟ أول اختبار. أول حاجة في يوم المسلم صلاته ليه؟ صلاة الفجر. لما بدايتك تبقى خطأ اعرف ان نهايتك هتبقى خطأ. بدايتك صح النهاية هتبقى صح. صلاة الفجر لو نعرف قيمتها في يوم نصلي جماعة ننسى النوم وما نفرطش فيها في يوم مادام عايشين. عيب عليك أما تخجل من الله؟ أما تستحي من الله؟ لطالما قمت عند صلاة الفجر لا من أجل صلاة الفجر إنما من أجل التجارة ومن أجل المال ومن أجل أن تذهب للجامعة مبكرا ومن أجل الدنيا. ولطالما نمت أشهر بل سنوات عن صلاة الفجر أما تخجل من قول ربك جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الذي ضيع صلاة الفجر ممن أضاعوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات جزاهم ايه؟ فسوف يلقون غيا. غي هذا واد في جهنم تشتكي منه كل أودية جهنم. اللهم نجنا من جهنم يا رب واجعلنا من أهل الجنة يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل. طب ازاي هي صلحت وانت اصلا ما بتصليش الفجر؟ ازاي تبقى صلحت وانت نائم سنوات طوال عن صلاة الفجر؟ فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت. وأنا أبشر من لم يصلي الفجر أنها فسدت بتضييعه لصلاة الفجر. وإن فسدت فسد سائر العمل. كفاية نوم، قم صل الفجر واتق الله. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وخد بالك اللي ما يصليش الفجر ضمن الآية، واللي يضيع الظهر ضمن الآية، واللي يضيع العصر ضمن الآية. فلا تكن من هؤلاء. وقم مش قادر يقوم صلاة الفجر ليه؟ هذه علامة كبرى من علامات النفاق. أعوذ بالله. يعني اللي ما بيصليش الفجر منافق؟ ما تزعلش مني، ده مش كلامي، ده كلام المعصوم محمد. قال رسول الله أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. وأنا خايف جدا، ومش خايف بس، مرعوب إنه يكون عدم قيامك لصلاة الفجر سخط من الله عليك.
خايف يكون عدم قيامك لصلاة الفجر غضب من الله عليك. ليه يا اخوانا؟ لان اللي قام لصلاة الفجر من الذي اقامه؟ مين اللي قومه يا جماعة؟ مين؟ الله. ولا انت بتقوم بقوتك وبعضلاتك؟ اللي بيقومك هو الله، بحول وقوة من؟ وقوة الله، بحول الله وبعظمة الله. فربنا قومه لانه بيحبه، لانه بيحبه ويحب ان يرى هذا العبد وهو واقف بين يدي ربه. لكن التاني اظن ان ربنا مش حبه، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. خد بالك من قول الله كره الله. اوعى ربنا يكرهك، اوعى ربنا يغضب عليك، اوعى ربنا يسخط عليك، ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خليكم نايمين. لما ذكر رجل قد نام عن صلاة الفجر عند رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال ذاك رجل قد بال الشيطان في أذنيه. عارف يعني ايه بال؟ تبول. يبقى اللي ما بيقومش لصلاة الفجر المرحاض بتاع الشيطان أذنيه. الحمام أعزكم الله دورة المياه بتاعت الشياطين بتاعت مين؟ الناس اللي ما بيقوموش لصلاة الفجر. يا من لا تصلي الفجر قد حرمت من فضائل عظيمة. اسمع وانتبه. قال رسول الله بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الله الله أكبر. الذي يصلي الفجر من أهل الجنة بإذن الله. قال رسول الله من صلى البردين أي الفجر والعصر دخل الجنة. الله أكبر. فضيلة الرابعة أمن من النفاق لما قال النبي أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. يبقى اللي يصلي منافق ولا مخلص؟ مخلص. دليل الإيمان. الفضيلة الخامسة اسمع النبي محمد بيقول ايه؟ بورك لأمتي، ده كلام النبي محمد، في بواكيرها. خد الفضيلة اللي بعد كده توزع الأرزاق على العباد بعد صلاة الفجر. خد الفضيلة اللي بعد كده لو علم الناس ما في صلاة الفجر والعشاء لأتوهما ولو ايه؟ ولو حبوة. طب ما تاخد الفضيلة العظيمة ديت عشان لو كنت بتصلي الفجر تحافظ اكتر، ما بتصليش تتوب وتندم وتصحي النوم. قال رسول الله من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. يبقى طول اليوم في كنف الله، في حصن الله، في أمان من الله، في رعاية من الله. ربنا بقى كفيلك، مولاك، ربنا اللي هيأيدك وربنا اللي هينصرك. أعمل إيه عشان أقوم لصلاة الفجر؟ أولى الأسباب الاستعانة بالله، علينا بالدعاء. نقول يا رب عني إن أنا أقوم لصلاة الفجر. صلي الوتر، نام على وضوء، قول أذكار النوم، جدد النية قبل ما تنام، ضع المنبه، قول لأصحابك يصحوك، يرنوا عليك، يخبطوا على بابك، تنبه على زوجتك تصحيك. منبه مين؟ واصحابك مين؟ وزوجتك مين؟ أنا عاوزك أنت اللي تصحى. بمين؟ بالله ولله. تستعن بربك وتقوم لصلاة الفجر. صح النوم.
كفاية نوم، الصلاة خير من النوم. أظن بعد هذا الكلام من الآيات والأحاديث والدروس والعبر والفضائل، إن لم تقم لصلاة الفجر أظن أنك لا تستحي من الله. أقيمت عليك الحجة، عدلك عسر، أقيمت عليك الحجة، فقم واجعل هذا الكلام حجة لك لا عليك. وإن لم تستحي فاصنع ما شئت. صلاة الفجر لو نعرف قيمتها في يوم نصلي جماعة ننسانه، وما نفرطش فيها في يوم مادام عايشين.